النهارده هاتكلم عن موضوع مهم جدًا لمعظم الأمهات اللي ناويين يقلّعوا الحفاض للأطفال الصيف ده. أول حاجة لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة ماجد بوجلوسي، أخصائية الأطفال وحديث الولادة، وباعمل فيديوهات توعوية للأم. أول حاجة النهارده هنتكلم على إيه، على خلع الحفاض للطفل. تعالي بقى واسمعي، هاتي كوباية الشاي بتاعتِك واسمعي هنقول إيه. أول حاجة الطفل لازم يبقى مستعد. طب كل الناس قالوا الكلمة دي، أنا بقى بقولك انتي اللي لازم تبقي مستعدة، لأن الموضوع ده محتاج صبر كتير جدا، ولازم تبقي عارفة إن المرحلة دي مرحلة طويلة. بس ممكن تبقى سهلة مع بعض الأطفال وممكن تبقى صعبة مع بعض الأطفال، فأنا عايزاكي عندك صبر كبير، وما تحبطيش. ليه؟ لأن في ناس بيعملوا فيديوهات الأيام دي يقولوا أنا في خلال يومين تلاتة طفلك هيخلع الحفاض ويرسم لك أحلام وردية. لأ، هو الطفل أي حاجة في حياتنا بالتدريج، بقاله سنتين أو سنة ونص بيعمل تويلت في الحفاض. ازاي انتي عايزاه في خلال 3 ايام فجأة كده خلاص ما بقاش بيعمل ويتدرب على البوتي تريننج في ثانية كده؟ طبعا ده كلام مش واقعي، خلينا نتكلم بقى في الكلام الواقعي. اول حاجه لو طفل بيعرف يقعد لوحده، لقيتيه دايما بيبقى متضايق من الدايبرز بتاعته، من الحفاض بتاعته. لو لقيتي ان هو عدد المرات بتاعه التويلت الصبح قلت، بقى بيعمل مثلا كل ساعتين، الحفاض بتاعته بتبقى مبلله او مده اطول من ساعتين. امتى نبدأ خلع الحفاض؟ من سنة ونص لحد سنتين نبدأ ندرب الطفل على البوتي تريننج او التويلت حسب ما تحبي، وهنقول فوائد دي وهنقول فوائد دي، وهنقول المشاكل بتاعتهم عموما. لو لقيت الطفل بدأ يظهر اهتمام بالتويلت او عايز يقلدك او عايز يقلد اخوه، ان هو عايز يدخل التويلت زيكم او يعمل في البوتي، فانتي تعرفي ان هو ممكن ساعتها نبدأ ندربه. ان الطفل لما تلاقيه عمل على نفسه، تلاقيه بدأ يستخبى او بدأ يحس ان هو بيعمل حاجة غلط. ان الطفل بدأ يقلع هدومه بسهولة او بمساعدة منك، لقيتيه بدأ يتعود على تغيير هدومه. ما يكونش الطفل فيها تعبان وتقولي انا خلاص هعلمه البوتي تريننج، لا، لازم الطفل يكون كويس، ما يكونش فيه اي تعب. التجهيز النفسي هنكلمه عن موضوع البوتي تريننج ونشرح له عن طريق صور، نوري له قصص عن ابطالها عرفوا ان هم يقلعوا الحفاض ويعملوا في البوتي تريننج. خديه معاكي وخليه يختار بنفسه البوتي اللي هيعمل فيها او كرسي التويلت اللي هيقعد عليه، علشان يعرف ان هو هيستخدمه بعد كده يكون مريح بالنسبة له. لو هو لقيتيه بيخاف من التويلت، ابدأي معاه على البوتي، بلاش تويلت في الأول لو هو لقيتيه من الأطفال اللي بيخافوا من التويلت. هنعلق ستار تشارت، نحط كل مرة هيعمل فيها في البوتي هتحطي له ستار، وهتكافئيه عن طريق ان انت تشجعيه دايما، وتمدحيه. لما تلاقيه عمل على نفسه خلاص مش مشكلة، عدي المرة دي، عدي 2، عدي 3، مش مشكلة. انا قلتلك انت لازم تبقي صبورة جدا في المرحلة دي، بلاش نزعق له نوبخه بأي طريقة. لا، خليكي دايما صبورة، واعرفي ان هو الموضوع هينتهي مع الوقت. خلينا الأول ندرب بالنهار، وبالليل نلبسه عادي الحفاض. وبعد كده لما نلاقيه ان عدد مرات في الليل اقل، خلاص خلينا نبدأ نعلمه بالليل. طيب هنعمل ايه بالنهار؟ هناخده كل ساعة الأول يعمل على التويلت أو البوتي حتى لو هو مش عاوز. تمام. هاتي غيارات كتير جدا على قد ما تقدري وسهلة في التغيير، ما تجيبيش حاجة ماسكة على الطفل، هاتي حاجات سهلة في التغيير يغير باستمرار. ليه؟ لأن حوادث هتبقى كتير في الأول. هنعمل ايه تاني؟ هنشيل السجاد كله بتاع البيت، واي حاجة انتي قلقان عليها نغطي الانتريه، وهتعرفي انه هيعمل، هتلاقيه مستخبي كده، لما تلاقيه اختفى وتلاقيه مستخبي هتعرفي ان هو بيعمل في اي حتة الا البوتي. فاحنا هناخده حتى لو هو مش عاوز يعمل في البوتي.
طيب الولد الحمد لله كويس وبدأ يعمل بالنهار، هنيجي بقى لمرحلة بالليل أو قبل ساعتين من النوم هنمنع أي مشروبات، أو قبل ساعة لو هو بيشرب قبل ما ينام، وهنصحيه مرة وسط الليل عشان يعمل. ما بيعملش خلاص مش هنصحيه، لو بيعمل لا لازم نصحيه علشان ما يعملش على نفسه، ويبقى عنده زي ألارم كده ان هو لو محتاج يدخل التويليت لازم يصحى، مش يعمل على نفسه. زائد ان احنا طبعا هنفرش السرير بتاعه بمفرش مضاد للبلل علشان ما يبوظش المرتبة بتاعتك. اهم حاجة ان انتي ما تقارنهوش باي طفل تاني حتى لو اخوه، كل طفل له مرحلته. في اطفال بتتعلم بسهولة جدا وبسرعة جدا وبدري، وفي اطفال بتتأخر وبتبقى عندها مشكلة في التعليم بسرعة وبتأخر. طيب امدحيه دايما وبلاش توبخيه. تعملي حسابك لو انت مسافرة، لو في ضغط، لو في اي مشاكل في الأسرة، هيبقى في حوادث ان هو يعمل على نفسه، خصوصا في تغيير روتين الطفل. انا عايزة اقولك ان خلع الحفاض ده مش سباق. يعني لو حد قالك انت ازاي لسه ملبسة طفلك لحد دلوقتي وانت عارفة من جواكي ان ابنك مش مستعد، متسمعيش كلام حد. لو ابنك مستعد وانت عارفة ابدأي معاه واصبري عليه، انما ما تخليش اللي حواليكي يضغطوا عليكي فتأثري على طفلك وتبقي متضايقة طول الوقت واخدة الموضوع على أعصابك. لأ، خدي الموضوع بالراحة واعرفي ان مع الوقت الطفل هيبدأ يتعود. اعملي له روتين، اي حاجة في الدنيا بتيجي بالروتين. اعملي له روتين يومي، هتلاقي ان الطفل حبة حبة بدأ يعرف ويتعلم ومن نفسه. شجعيه وحببيه في الموضوع وما تخوفوهوش، ولو حصل انه عمل على نفسه ما تعاقبهوش. اكتبي لنا في التعليقات لو حاجة ساعدتك ان انتي تخلعي الحفاض لطفلك اسرع، واكتبي لي لو عندك اي تساؤل انا هرد عليه.